السلام عليكم أعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان من كل أنحاء العالم العربي. ووصلنا في الجزء الأول من قصتنا رسائل مجهولة على الواتساب، اللي فيها كاتب القصة بتحصل له حاجات غريبة من واحد ملوش أي وجود. بس قبل ما نكمل القصة ممكن أطلب من حضراتكم طلب، يا ريت نفعل جرس الإشعارات على القناة ونعمل اللايك عشان يوصلكم كل الجديد على قناتي. وبيكمل قصته ويقول: اللي حصل لي في قبر ابويا بعد ما حطيت الشنطه السوداء في الكفن وشفته قام قاعد وقال لي ملعون، خلاني اقع من طولي. وبعدها اكتشفت انه كابوس، جريت من القبر واعصابي كلها بايظه. بيت اعصابي باظت اكتر. فتحت باب الشقه واول ما دخلت لقيت امي قاعده على الارض وجنبها اختي مرميه على الارض وايديها بتتصفى دم، نفس المنظر اللي شفته، لكن الفرق ان مش انا اللي جنب اختي، اللي جنبها هي امي. وبقيت بكلم نفسي كاني بكلم الشخصيه المجهوله ديت وبقول له: طب انا نفذت كل اللي قلته ورحت القبر زي ما قلت، ليه بتعمل كده؟ ليه اختي كمان هي تموت؟ الكلام ده كنت بنطق بيه بصوت عالي وبصرخ وامي جنب اختي منهاره. ابويا مات من يومين والنهارده اختي. انت جيت لي منين؟ عايز مني ايه؟ شيلت اختي وخدتها وجريت على المستشفى بسرعه، بس كانت نزفت دم كتير وماتت. رحنا دفناها وخدنا عزاها. كنت زي المجنون مش مستوعب ايه اللي بيحصل. حياتي كلها اتبهدلت في يوم وليله من بعد ما ظهرت رساله المجهول ده. بقيت حياتي كلها سودة، رساله واحده دمرت حياتي كلها. انا بحب قصص الرعب والمغامرات، لكن عمري ما تخيلت ان انا هبقى واحد من ابطال القصص ديت واهلي هم الضحيه. معقول كده؟ ما بقاش فاضل غير امي؟ يعني امي هتموت دلوقتي هي كمان؟ فضلت قاعد جوه اوضتي 5 ايام ما بخرجش منها خالص، مش مستوعب اللي بيحصل معايا. بفتكر حياتي قبل الرساله وحياتي بعد الرساله، لحد ما فقت على اكتر صوت بكرهه، صوت اشعار رساله الواتساب. رساله جايه من نفس رقم المجهول بيقول لي فيها: مغامره جميله مش كده؟ مش قلت لك هتعيش قصه مختلفه عن اي قصه كتبتها قبل كده؟ صرخت وقلت: انت دمرت حياتي، انت مين وبتعمل كل ده ازاي؟ رد عليا برساله مكتوب فيها: انا من اهم متابعينك وبحب قصصك، وبصراحه انا كاتب زيك برضو بس انا مختلف عنك. كل قصصي وافكاري بتتنفذ في الواقع. انا برسم السيناريو وبختار افضل الكتاب عشان تنفذ السيناريو، واختياري وقع عليك انت بس. يلا بقى عايزين نبدأ الفصل الثالث عشان متابعينك مستنيين الحلقة الجديدة. وقال لي: دلوقتي هتدخل اوضة امك، اصلها دلوقتي شربت جرعة زيادة من دواء الضغط بتاعها، وللأسف ده هيدخلها في حالة هبوط حاد في ضغط الدم. قريت رسالته وجريت على اوضه امي عشان الاقيها نايمه على الارض، وشها مقبوض ونبضها بطيء جدا. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ بكلم نفسي. هتروح مني هي كمان؟ لا مستحيل. جريت اتصلت بالاسعاف وجات الاسعاف بعد نص ساعه، خدوها على اقرب مستشفى، بس للاسف ملحقوهاش وماتت هي كمان زي بابا واختي ما ماتوا، وما بقاش غيري انا. وقاعد اهو مستني رسالة من المجهول عشان ما بقاش فاضل غيري انا. مش هو قال لي قدامك 7 ايام وهتموت؟ وفي اليوم الاول بابا وبعدها اختي وبعد 5 ايام ماما هي كمان ماتت. خلاص النهاردة اليوم السابع، يعني المفروض يومي انا. خرجت بسرعة من اوضتي لاني سمعت صوت خلاني مصدوم. الصوت ده صوت امي جاي من بره اوضتي. خرجت واتصدمت لما لقيت امي في المطبخ بتحضر الاكل، وابويا شايفه داخل من باب الشقه، واختي اسراء قاعده بتتفرج على التلفزيون. فضلت واقف مش مستوعب اللي بيحصل. امي لما شافتني جت عليا وقالت لي: اخيرا خرجت من اوضتك، يا رب تبقى كويس بقى عشان احنا تعبنا. قلت لامي: انت عايشه ازاي؟ وقلت لابويا: وانت كمان عايش ازاي؟ واسراء اختي عايشه ازاي؟ انتوا كنتوا متوا. رسالة الواتس بتقول كده. ام ردت عليا وقالت لي: تاني هتقول نفس الكلام؟ اقول عليك ايه بس؟ هي ديت اخرة قصص الرعب اللي بتكتبها؟ بقيت عايش
ومعيشنا جواها وبقيت عايش في قلب القصص ديت. وعند الدكتور النفساني قلت للدكتور محدش مصدقني يا دكتور، الرسالة دي هي اللي دمرت حياتي كلها، بس انا مش عارف هو جالي ازاي. هو انا مجنون يا دكتور زي ما اهلي بيقولوا؟ عشان خاطر يقول لي ايه اللي بيحصل معايا. الدكتور رد عليه وقال له انت للاسف يا محمد عيشت نفسك زيادة عن اللزوم في حياة القصص والروايات، لدرجة انك بقيت تعيش الواقع بالخيال، وانت الوحيد اللي قادر تخرج نفسك من الخيال ده وتعيش الواقع. وبيقول دي بقى قصتي. تفتكروا فعلا انا بقيت اخلط الواقع بالخيال؟ يعني كل اللي عشته ده كانت فكرة قصة جديدة كتبتها وعشت احداثها قوي لدرجة اني بقيت واحد من ابطالها؟ يعني الشخصية المجهولة ديت ملهاش وجود وانا بهبلي خليتها تكون موجودة في الواقع. وبيقول صاحب القصة ارجوكوا لو عندكم تفسير للي بيحصل معايا قولولي وساعدوني اخرج من القصة دي، لانها بتتكرر معايا. ايوه اتكررت معايا كتير قوي، كل ما تخلص الايه بتبدأ تاني. ثواني، في رسالة جاتلي على الواتساب هشوفها. الرسالة بتقول مساء الخير يا استاذ محمد مهني، انا معجب جدا بقصصك ومش بفوت قصة منهم، وعندي ليك حكاية غير اي حكاية سمعتها قبل كده. يا ريت لما تقرا الرسالة بلغني انك مستعد تقرا الحكاية، هتكون انت البطل فيها. وقعد يضحك جامد ورجع تاني للتهيؤات. وديت كانت قصتنا وباقي الجزء الاول. يا رب القصة تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها. ويا ريت ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. وليكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم، شكرا. وقال لي دلوقتي هدخل بس للاسف